إنهم الرافضة. أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة فجر 23 من ذي الحجة في السنة 23 من الهجرة تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المصلين ليؤمهم في الصلاة، وما أن كبر تكبيرة الإحرام حتى بادره أبو لؤلؤة فيروز المجوسي ب3 طعنات غادرة، وقيل 6، خر منها عمر رضي الله تعالى عنه من قامته، ثم هرب لا يمر بأحد إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6، ثم ألقي عليه برنس فانتحر نفسه. ولما سأل عمر عن الفاعل فقيل له إنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجده، قبحه الله، قد أمرنا به معروفا. ومكث عمر رضي الله تعالى عنه 3 أيام، ثم توفي يوم الأربعاء ل4 بقين من شهر ذي الحجة سنة 23. وها هم اليوم الرافضة يقيمون لأبي لؤلؤة فيروز الذي لقبوه ببابا شجاع الدين مشهدا يزورونه في مدينة كاشان الإيرانية، وهذا هو قبره، وقد كتبوا عليه: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان باللغة الفارسية، ويترحمون عليه ويسأل الله أن يحشرهم معه، مع أنه مات مجوسيا منتحرا. اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. إخواني أمنوا إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي، وليك يا الله يا